150 سنة. 150 سنة ده رقم ضخم لو قارناه بعمر إنسان، بس الرقم ده هو عدد السنين اللي اتحكم بيها على بيرني مادوف، صاحب أكبر وأضخم فضيحة اقتصادية على مر العصور، واللي تسبب في خسارة 21 مليار دولار لأكتر من 5000 مستثمر، واللي بكل بساطة كان بيعتمد في طريقته على الإقناع الخام والثقة التامة. لأن صدق أو لأ، كل اللي كان بيعمله مادوف هو إنه بياخد الفلوس من العملاء الجدد ويديهم للعملاء الأقدم عشان بس العجلة تفضل ماشية. وتخيل معايا إنها فضلت ماشية لأكتر من 20 سنة كاملة. ولما بقرأ وبسمع عن الفضيحة دي بقول لنفسي، هو إزاي في ناس ممكن تفكر بالطريقة دي؟ أنا مستحيل أقع في حاجة زي كده. بس عمرك فكرت إن في يوم من الأيام هو ده بالظبط اللي كان بيفكر فيه ضحايا المحتلين دول؟ لأن في الحقيقة إن كل شخص ليه نقطة ضعف ممكن حد يستغلها. أنا عارف إن الكلام يبان مخيف، بس من حسن الحظ إنك لو تعرفت على نقط الضعف الشخصية والنفسية اللي بيقدر المحتلين إنهم يتلاعبوا بيها، فهتقدر تفهم كيفية عملهم وتقدر تحمي نفسك. وده اللي هتقدر تتعلمه من خلال ملخص كتاب لعبة الثقة. لما تكون في مكان زحمة وتلاقي نفسك بتبص حواليك وتحط فرضيات على هوية الناس ويا ترى حياتهم عاملة ازاي، وتلاقي زوجين بيتخانقوا وتخمن إذا كانوا متجوزين جديد وده جدالهم الأول ولا هما زوجين قدام وعلى وشك الطلاق، وهتشجعك أدلة صغيرة على الاعتقاد إن الشخص اللي ماشي في القاعة هو شخص مهم، وتبتدي تبني تخمينات حوالين حياته المهنية مثلا. والتخمينات دي بتبقى كأنها لعبة بنلعبها مع نفسنا، ولكنها بتكشف حقيقة مهمة عن طبيعة البشر، لأننا بغريزتنا كبشر بنهتم بالإشارات السطحية، وفي أغلب الوقت بنرفض التعمق ومعرفة الأكتر عن الشخص. طب تفتكر ليه بنعمل كده؟ وده اللي اكتشفه عالم النفس جيفري سيمبسون، واللي قال إن السبب في ده هو إن الاقتراب الشديد من الناس ممكن يكشف لك حقائق غير مريحة، وبالأخص في العلاقات الوثيقة، لأنك كل ما تعرف أكتر عن الأشخاص تقدر تعرف إذا كانوا مخادعين في مشاعرهم ولا لأ، وده شيء مؤلم جدا لاكتشافه. عشان كده أحيانا بنغض البصر من غير وعي عن إشارات عاطفية بتدينا فهم أعمق للشخص اللي معانا. واللي بيثبت صحة الكلام ده هي دراسات سيمسون، واللي طلب فيها من أزواج مشاهدة لقطات فيديو ليهم وهم بيتناقشوا حوالين موضوع هم مش متفقين عليه، وطلب من كل شريك كتابة مشاعره خلال النقاش ده وتخمينه لمشاعر الشريك التاني. ومن خلال التمرين ده لقى إن الأزواج اللي كانوا أقل نجاحا في قراءة الأفكار هم أصحاب السعادة الأكبر من اللي بيعرفوا مشاعر بعض بشكل أدق. عشان كده قراءة الحالة العاطفية لشخص معين بدقة وتحديد نقاط ضعفه هو أمر مهم جدا لمحتال الثقة. فمثلا حالة زي حالة ديبرا سالفيدا في سنة 2008، راحت ديبرا عشان تشوف خبير نفسي بعد ما خسرت شغلها وصديقها تقريبا في نفس الوقت، وكان ساعتها عندها شعور ضخم بالضعف والارتباك. ولما لقت الخبير النفسي ده من غير ما تنطق دبرة ولا كلمة وباستخدام لغة الجسد، قدر انه يخلي دبرة تثق فيه ثقة تخليها تكتب له شيك ب27,000 دولار، تحت بس الاعتقاد الخاطئ منها ان الخبير ده كل اللي عايزه هو مصلحتها. ولأن في أكتر من طريقة تلاعب بالأشخاص غير تحديد نقط الضعف، ومنها تأسيس الثقة، وهي إن المحتال يشتغل على اكتساب الثقة من الضحية الأول، وده بيبقى عن طريق الكاريزما القوية. الإنسان لما بيشوف في شخص إنه النور اللي بينور الأوضة، أو إن الناس كلها مشدودة ليه، من هنا يقدر المحتال إنه يظهر ببساطة، لأنه عنده القدرة للظهور بمنظر المحبوب الجدير بالثقة. لأن زي ما في كتير بيستخدموا الصفات دي من أجل الخير زي القادة أو المتحدثين التحفيزيين، فيقدر المحتال إنه يستخدم الصفات دي بغرض أذية الناس. فخد على سبيل المثال امرأة اسمها جوان اللي عملت معاها كونيكوفا مقابلة شخصية لما كانت بتكتب الكتاب ده في الأول. والقصة إن جوان وقعت في حب شخص اسمه جريج، واللي ظهر بصورة مثالية من كل الجوانب: ذكي لطيف بيساعدها في تصليح المطبخ وشقتها بشكل عام، ده حتى كان بيساعد جدتها المريضة، وكل ده بدافع طيبة قلبه. وكان كل دي أدلة لجوان إن جريج شخص كويس جدا وعمره ما هيأذيها،
وبالرغم من كل الأدلة دي إلا إن جوان ما قدرتش تتخلص من الإحساس إن في حاجة غريبة في جريج، لأنه ما كانش ليه أي أصدقاء أو عيلة، وما كانش عنده تفسيرات قوية لما بيتسأل عنهم. وبدأت الألغاز تظهر لما اتصلت جوان بالشغل اللي كان قايل لها عليه، عشان تلاقي إن هما ما يعرفوش أي حاجة عن الشخص اللي هي بتتكلم عليه. واللي بعد كده أدركت جوان إن كل القصص اللي كان جريج المثالي خلال سنتين بيحكيهم لها كانوا بس عشان يسحروها ويخلوها تغرم بيه. فلو لقيت إنك بتسأل إزاي ممكن ده كله يحصل، وليه ممكن إن الناس تغرم بكل الخدع دي، فتعال نبص بصة على دراسة عملتها عالمة النفس ليزا دي بروين على مجموعة من المشاركين، طلبت فيها منهم إنهم يشتغلوا في مجموعات، ولكن الزميل هيبقى شخص افتراضي. والمثير للاهتمام إن المشروع بقى أنجح بكتير لما كان الشخص الافتراضي ده فيه صفات قريب جدا من الزميل اللي في المجموعة. وده بيثبت إن الناس بينجذبوا أكتر للي شبههم وعندهم قواسم مشتركة معاهم، لأننا ببساطة بنحب نقابل الناس اللي اهتماماتنا مشابهة ليهم. وده بالظبط اللي عارفه وبيطبقه المحتال، لأنهم عارفين إن التشابه ممكن تقليده لأغراض التلاعب. وفي كتير من الأحيان وعشان لعبة الثقة تبقى أقوى هيصنعوا قواسم مشتركة مزيفة عشان يشاركوا الشخص المصالح والقيم بتاعته. وده بيبقى فعال بشكل عجيب، لأن البشر في الغالب بيبقوا مغرورين بالطبيعة وفي اللاوعي، لدرجة إنك مجرد ما بتعرف إن الشخص معين عنده نفس ذوقنا هتلاقيك تلقائيا بتحبه وبتثق فيه. وهنا بيبدأ الخطر اللي هيكلمنا عنه الفصل الثالث، وهو الحيل الكلاسيكية. في مرة وانت ماشي في الشارع أكيد قابلت حد بيحاول يوقف الناس ويزود لهم وعيهم ناحية قضية معينة، لكنك في الأغلب هتبقى زي معظم الناس وهتحاول إنك تعمل مش شايفهم وتكمل في طريقك عادي، لأن إحنا عارفين إنك لو اديت لنفسك الوقت في الاستماع والتفكير في قضية ففي الأغلب هتحس إنك محتاج تعمل حاجة في القضية دي. ومعظمنا مش هيوقف حياته المليانة عشان قضية مش بتهمه ومش عايز يعرف عنها حاجة. وده بالظبط اللي عارفه المحتلون، وهي أساسا من إحدى تقنياتهم الأساسية عشان يتلعبوا بينا، وهي تقنية مبنية على إن إقناع الناس بموافقة صغيرة زي إنك تقف وتسمع لهم هيبقى ده اللي هيسهل لهم كتير إنهم يقنعوك بموافقات أكبر. والكلام ده تم إثباته في دراسة أجريت في جامعة ستانفورد في سنة 1966. واللي اكتشفوا الباحثين هو إن الأمهات اللي بيبقوا في البيوت هم الأكثر عرضة بنسبة 30% إنهم يفضلوا على التليفون لأكتر من ساعتين للإجابة على أسئلة استطلاع. وده بيحصل بمجرد إنهم يوافقوا في أول المكالمة للإجابة على مجرد بضعة أسئلة. ودي الاستراتيجية المعروفة بالقدم في الباب، وهي اللي بيستخدمها المحتالين على طول. من أفضل الأمثلة على كل ده من الناحية العملية وفي سنة 1900، وهو إعلان انتشر في جريدة على نطاق واسع جدا، وبالرغم من التكنولوجيا المحدودة في الحقبة دي إلا أن الإعلان كان بيقول إن أمير نيجيري يبحث عن أصدقاء مراسلة أمريكيين. والإعلان ده خلى عدد مش قليل من الناس إنهم يراسلوه بسرعة، وبعدها بشوية طلب من كل واحد إنه يبعت له $4 بس مقابل مجوهرات نادرة من نيجيريا. وطبعا حصل زي ما انت فكرت ان مفيش مجوهرات وصلت للناس، ولكن اللي وصل للأمير ما كانش قليل. ومع ازدياد الضحايا وازدياد الشكاوى وأخيرا ابتدى البوليس يحقق في الموضوع. تفتكر هتقدر تخمن على الأقل مين الأمير ده أو هوايته ايه؟ تخيل إن الأمير ده ما كانش غير عيل صغير عنده 18 سنة بس، وعمل كل ده كمجرد دعابة، ولكن الدعابة دي خلته ينصب على أكتر من 4000 واحد. وقصته دي بتوضح إن مجرد إن المحتال يحط رجله على الباب بطلب صغير فهيبقى ليه الفرصة إنه يروح لأبعد من مجرد طلب. وبيناقش الكتاب في استراتيجية كلاسيكية تانية، وهي إن المحتال يطلب منك طلب غير معقول وبعد كده يرجع فيه ويبتدي يطلب منك طلبات صغيرة تقدر إنك تلتزم بيهم. وده اللي بيوضحه لنا المثال ده، وهو إن سيدة إنجليزية تدعى ليدي وارستر عملت مزاد خيري في سنة 1900 لدعم قضية معينة خلال فترة المزاد، واتصل بيها راجل
ما شافتوش أو سمعت عنه قبل كده، وادعى إنه راجل نبيل من عيلة غنية. والكلام ده أثار في ليدي وولستر شكوك، لأنها كانت عارفة معظم العائلات الإنجليزية النبيلة. والشخص ده عرض عليها إنها تزوره في بيته في موناكو عشان تصدق، ولكن العرض نفسه كان مشبوه كفاية. فبكل لباقة رفضت ليدي وولستر العرض ده، ولكن عشان ما تبقاش حاسة إنها وقحة قبلت شيكاته اللي كانت قيمتها 4000 دولار مقابل تمثال معين. لكن زي ما خمنت طبعا إن الشيكات فعلا طلعت مزورة، وفعلا طلع كل ده جزء من عملية احتيال على السيدة دي، ولكنها بذكائها قدرت إنها تتفادى الاحتيال ده. ولكن هل كل الناس أذكياء بالقدر الكافي إنهم ما يصدقوش شخص غني من عيلة إنجليزية نبيلة بيقولك بكل بساطة تعالى أوريك بيتي كإثبات؟ وبعد كده بيكلمنا الكتاب على إن المحتلين بيلعبوا على احتياجات ضحاياهم. كلنا بنشوف ناس تلاقيهم واثقين في نفسهم وشايفين إنهم من أروع الناس، ولكن العالم كله شايف إنهم أضحوكة أو بلهاء يعني. وطبعا الأسئلة اللي بتيجي في دماغنا، طيب هو الناس دي بتضحك على مين؟ هم مش شايفين نفسهم؟ بنبقى مش عايزين نفكر بالطريقة دي أكيد، بس غصب عننا بنفكر في الكلام ده. وده بالظبط اللي بيقوله الكتاب، هو إن معظم الناس ما عندهمش قدرة الإدراك الذاتي. وده برضو اللي بيدركه الكثير من المحتلين، وبيبقوا خبراء في تحديد النقط العامية. فعندك المثال اللي بيقدمه لنا الكتاب، في سنة 2012 راجل عنده 68 سنة، أستاذ جامعي ذكي، اتمركزت حياته ورا السعي والمعرفة ولكنه ناقص للعاطفة. واللي في يوم من الأيام وقع في حب صورة لعارضة أزياء جميلة على الإنترنت، وتبادل الرسائل معاها، ولكن ما تكلموش على التليفون ولا مرة ولا حتى شافوا بعض. وما كانش عنده أي دليل إنها حقيقة حتى، ولكنه مترددش إنه يركب أول طيارة ويروح عشان يقابلها في بوليفيا. أنت متخيل؟ زمانك بتقول إن الراجل ده ساذج قوي طبعا، بس خليني أفكرك إن الراجل ده ممكن يبقى أذكى مني ومنك، لأنه راجل علم ومعرفة في الآخر. لكن مع وصوله ظهر أول علم أحمر، وهو إنها كلمته وقالت له إنها مش هتقابله، وكان لازم تسافر بروكسل عشان عندها تصوير مفاجئ. وبعدها ظهر العلم الأحمر التاني، وهي إنها طلبت منه إنه يجيب لها شنطتها اللي نسيتها قبل ما تسافر ويروح لها عشان أخيرا يتقابلوا. لكن طبعا الشنطة طلعت فيها 2 كيلو من الكوكايين، واتقبض على الأستاذ الجامعي. طبعا انت بتسأل نفسك ازاي الناس ممكن تصدق حاجة زي دي وتجري وراها. لكن هنا بتبقى لعبة الثقة. الشخص ده كان واثق من نفسه جدا ومن ذكائه، والمحتال كان عارف ايه الحاجة الوحيدة اللي ناقصاه، واللي خلى الأستاذ الجامعي ما يقفش ويسأل ايه سر اهتمام مع عرضة أزياء في السن 30 بشخص في 68 من عمره. وهي دي المشكلة اللي بيتكلم عنها الفصل ده من الكتاب، وهي عدم الإدراك الذاتي. لأنه من المهم جدا معرفة فشلنا في إدراكنا الذاتي لنفسنا عشان نمنع الناس من الاستفادة من ده، لأن إحنا منعرفش كتير عن علم النفس البشرية أو إزاي بنطبقها على نفسنا، ولكن المحتلين عارفين كتير قوي عنها. وفي الفصل الخامس هيكلمنا الكتاب عن إزاي المحتلين دول بيخدعوا ضحاياهم. ولو وصلت معايا لحد هنا من التلخيص وفكرت شوية في فضيحة احتيال بيرني اللي قلناها في الأول، فافتكر إن أنت هتبتدي تغير شوية في الأسئلة اللي كنت هتسألها قبل ما تسمع التلخيص ده. لأن المفروض لو كنت هتسأل وتقول إيه اللي يخلي الناس أغبياء بالشكل ده إنها تقع في نصب زي ده، فافتكر بعد ما سمعنا كل اللي فات المفروض يبقى السؤال، طب إيه اللي بيخلي الناس دي تنجذب للمحتلين دول؟ وأبسط إجابة بيوجهنا ناحيتها الكتاب هي إن الناس بتنجذب لوهم النجاح، وهو من الطبيعي جدا إن ننجذب للأشخاص الساحرة والناجحة، بس الانجذاب ده ليه أصل أعمق من كده. إيمان الناس بمخطط المحتلين وتصديقهم بيبقى في الواقع إيمان الناس بالتفاؤل للمستقبل. وعشان كده بنلاقي الكتاب بيشاور على المحتلين باسم محتلين الثقة، لأنهم قادرين على الاستفادة من التفاؤل والثقة في البني آدمين واستغلالهم لتحقيق مكاسب شخصية. واللي أكد الكلام ده استطلاع علم النفس في التسعينات لما اتعرض على طلاب جامعيين تقدير مدى نجاح السنة الدراسية القادمة، وكمان نجاح علاقتهم الاجتماعية، واللي طلع الاستطلاع في الآخر
إن مدى تقديرهم كان أكتر بنسبة 20% عن الواقع. وعشان كده بيقول الكتاب إن الاعتقاد دايما إن الأمور هتنجح هي أجمل سمات البشر وسبب وقوعنا فريسة للمتلاعبين. وفي الفصل السادس عنوانه إن التزامنا ببعض معتقداتنا ممكن يضرنا. ومن العنوان ومن كل اللي قلناه هتبتدي تسأل نفسك، هو ده معناه إنه كل صفة شخصية كويسة ممكن في الآخر تبقى هي اللي هتوقعك في الفخ؟ الكرم، الرحمة، الحب، الأمل. للأسف إن ممكن التلاعب بكل الصفات الإنسانية المحببة من اللي بيسعوا لإساءة استخدامها. وبينطبق نفس الشيء برضو على التزامنا ببعض معتقداتنا، وده لأنها أشياء شخصية جدا وما بنبقاش متحمسين إننا نناقشها، ومجرد ما بيعرف المحتالين ده بيستخدموه لمصلحتهم. على مبدأ إن في معظم الوقت إن لما الناس بتتعرض لتجربة ضد معتقداتهم نفسها في الغالب بيتشبثوا بمعتقداتهم وبيرفضوا التفكير في التجربة حتى. وممكن لنظرية التنافر المعرفي لعالم النفس ليون فيستنجر إنها تساعدنا أكتر إننا نفهم السلوك ده. النظرية تم صياغتها في عام 1957، واللي بتناقش التعارض بين معتقداتنا والواقع اللي احنا عايشين فيه، واللي بتقول إن التعارض بين الاتنين هو شيء مرهق لدرجة إنه بيشوه نظرتنا للواقع في سبيل إننا نأكد المعتقدات دي. وبدأ ليون في صياغة النظرية بعد إجراء أبحاثه على فئة من الناس معتقدة إن نهاية العالم بتقرب، وإن في قلة من البشر هم اللي هينجحوا عن طريق مركبة فضائية في إنهم يكملوا حياتهم. ولكن لما عدى التاريخ اللي كانت الفئة دي معتقدة إن العالم هينتهي فيها، واللي المفروض إن حاجة زي دي بتهدم كل الثوابت بتاعة نظريتهم، ولكن بدل إن الناس دي تتخلى عن معتقداتهم فبدأوا إنهم يلائموا الواقع على نظرتهم للعالم، واختاروا إنهم بسبب تأملهم القوي قوي في القضية دي منع نهاية العالم من إنها تحصل. بس خلينا متفقين إن ده بيحصل لنا كلنا بس بدرجات مختلفة وبوعي مختلف، لأن معظمنا بمجرد إنه يثق في شخص أو ياخد قرار مهم ففي الأغلب هتلاقينا بنقاوم كل الأدلة اللي بتغير في المعتقدات اللي اخترناها. وهنا يجي دور المحتالين في تعزيز ثقتنا بيهم وتسهيل وقوعنا في فخهم. من الحاجات اللي بيكلمنا برضو الكتاب عنها وهي قيمة السمعة للشخص. فخلينا مثلا نقول إنك ضابط محقق ولسه حالل قضية كبيرة وأخدت ترقية، والقضية خلت اسمك في البلد زي البطل، وقرب منك ضابط مبتدئ ومعاه دليل عن شوية تفاصيل انت غفلت عنها، والأدلة دي هتغير مجرى القضية خالص، واللي ممكن تخلي المتهم يخرج من السجن، والأكيد إنك هتخسر ترقيتك واسمك. بس الضابط اللي قالك على التفاصيل دي عنده حل لكل ده. هسيبك تفكر وهقولك إجابتك عن طريق نتائج الناس اللي اتعرض عليهم التجربة دي، وهي إن الجزء الأكبر من المشاركين كانت إجابتهم إنهم هيوافقوا يعملوا كده في سبيل بس سمعتهم، لأن السمعة الشخصية هي أكثر جوانب الهوية قيمة، وبنبقى مترددين جدا في عمل أي حاجة ممكن تضرها. اتعملت دراسة في سنة 1997 كشفت إن أكتر من 65% من المحادثات بتبقى عبارة عن كلام مبالغ فيه، لأننا دايما بنبقى مهتمين بكيفية تصرف الناس وكيفية تصرفنا وتفكير الناس في التصرف ده، وده اللي بيكشف إن سمعتنا هي أكبر اهتماماتنا في الحياة. والسمعة الحسنة برضو تعتبر في معناها اختصار لثقة الناس حتى لو ما يعرفوناش كويس، وده اللي بيخليها سلعة اجتماعية ليها قيمة كبيرة، واللي يخليها أداة رائعة للمحتالين إنهم يستخدموها، واللي هتوضح أكتر في قصة عملية الاحتيال سنة 1915، واللي اتنشر في وقتها إن الملكة إليزابيث ليها ابن غير شرعي من السير فرانسيس دريك، وجه فرد من عائلة الابن ده وطالب ورثه من أموال دريك في معركة قانونية بحتة، ووعد أي حد إنه يقدر يدفع له الرسوم القضائية هيديله نصيب من الورث بمجرد إنه بس ياخده، واللي خلى الموضوع يتنشر جدا لدرجة إن أكتر من 70,000 مستثمر قرروا إنهم يساعدوه. ولما الموضوع طلع نصب في الآخر واتضحك على 70,000 اللي اشتركوا في القضية دي، تخيل إن مفيش شخص واحد طلع واتكلم،
وده كله خوف من اعتباره غبي كفاية إنه يصدق حاجة زي دي، أو إنه يعادي الجهة المالكة، واللي في الحالتين يعتبر نقطة سودا في سمعته قدام العالم. وفي النهاية، محتلين الثقة موجودين في كل مكان، ومفيش حد محصن ضدهم، وده ما يخليناش ضعاف أو مش أذكياء. وده مش معناه برضو إننا نمنع الصفات اللي بتخلينا فريسة ليهم زي الكرم واللطف والثقة، بس ده معناه إننا لازم نكون على دراية وعلم، ونعرف أكتر عن نقط ضعفنا عشان نقدر نحدد جوانب شخصيتنا. ولو وصلت لهنا فأتمنى يكون الكتاب نال إعجابكم، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نوصل المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا.